كان الإمام أحمد في اليمن، وهذه من غرائب القدرة الشعرية، له سفير اسمه عبد الله بن يحيى العلوي، وكان يرسله لحضور المؤتمرات الدولية، فإذا حضر مؤتمرا صاغ تقريره شعرا للإمام، وجمعت له يمكن حوالي 50 قصيدة أو أكثر في كتاب دلت على عمق النظر والقدرة على صياغة. فحضر مؤتمر تمهيدي لدول عدم الانحياز عام 1962 في مصر، وعمل هذه الأرجوزة. قال: وبعد فالعالم في صراع محتدم الخلاف والنزاع، هذا شيوعي يقول مالي لدولتي وذاك رأس مالي، وبان في الوجود جمع ثالث يدعو إلى الحياد غير عابس، وقد دعا إلى اجتماع ناصر من أجله تيتو وعبد الناصر، فلبت الدعوة كل دولة ترى الحياد مبدأ ونحلة، وعقد المؤتمر التمهيدي لدول الحياد بالتحديد في مصر خير بلد إفريقي وبين شعب في العلا عريقي، واختلط البيضان والسودان في قاعة جميلة الأركان، وكان يوما قاسي الحرارة تكاد منه أن ترى الشرارة، وفي الوفود وزراء 10 قلوبهم بيضاء عكس البشرة، وقد اختاروا لجلسة الرئاسة محمود فوزي وهو ذو كياسة، ورأسه كاسمه رياض كأنه الخلجان والحيار، طويل بال يرسل الزمام لكل وفد يطلب الكلام، ورحب الوفود بالجزائر وهم وقوف بعد يوم سائر، وصفقوا لوفده طويلة وحاولوا العناق والتقبيل، كما ارتأوا حق الكبير والصغير في وحدة الأرض وتقرير المصير، وأن تحد الدول القوية من صنعها القنابل النووية، وقرروا تصفية القواعد بكل ما أوتوا من السواعد، وفي الأخير أصدروا بيانا وقد حوى الكثير مما كان، وقرروا بعد جدال مختصر في بلغراد أن يكون المؤتمر. وفي الوفود شاعر يماني يستلهم الوحي من المثاني، بشعره يسجل الحوادث ولا يخاف قلم المباحث، وبينهم سيدة رشيقة قد لبست ملابسا أنيقة، تعشقت في مهدها المعالية، بمثلها تعتز أندونيسيا، ترأست إحدى اللجان مرة فبرهنت عن فطنة وخبرة. وفي الوفود غادة غينية تخالها من أسرة غنية، ترشقها العيون بالتوالي وبالأخص من سفير مالي، خفيفة في الروح كالمصرية صفراء كالليمونة الطرية. واختتم المؤتمر التمهيدي أعماله بالوعد لا الوعيد، والشكر للمضيفة العظيمة مصر على الضيافة الكريمة.